تعالوا نشوف ازاي ممكن نعمل مالتي كلاسيفيكيشن باستخدام النيورال نتورك. الامثله اللي قبل كده كان كلها حاجات يعني سنجل اوتبوت، بس دلوقتي عايزين نشوف ازاي نعمل المالتي كلاسيفيكيشن اللي هو يعني فيه يكون كذا اوتبوت مش اوتبوت واحد. فهنستخدم هنا المانيست اكزامبل اللي هو بيكون فيه كذا اوتبوت. زي ما انت شايف، انت عندك بيبقى فيه صور مثلا بتعمل لها كلاسيفيكيشن، مثلا في 5 صور للاصفار يعني نوع فونت مختلف بشكل مختلف وهكذا. بتعمل لهم كلاسيفيكيشن، هل ده صفر يعني ولا واحد ولا اتنين ولا هكذا. كل جروب بيكون مع بعض. فهنا ده بيقول لك target y can take one more than two values، اللي هو ممكن يبقى اكتر من possible value، مش عبارة عن value واحدة يعني. فده هنا multi classification problem. تعالوا نشوف بقى الرسم او الجراف يعني بتاع السنجل مالتي كلاسيفيكيشن. تعالوا نشوف بقى الفرق بين الرسم بتاع لما انت بتعمل كلاسيفيكيشن لكلاس واحد او تو كلاسز وبين مالتي كلاس. عندك هنا لما بتعمل كلاسيفيكيشن بين تو كلاسز، انت بس عندك احتمالين، يا اما ده مثلا يبقى مع الجروب اللي فوق يا اما الجروب اللي تحت. فده يعتبر باينري او يعني بروبلم. ده الرسم بتاعها. عندنا بقى المالتي كلاسيفيكيشن بروبلم، دي بيبقى ليها كذا كلاسيفيكيشن زي ما انت شايف او كذا جروب. فانت مثلا عندك دوائر في جروب اللي هي وحيد، عندك الاثنين في جروب لوحدهم، 3 في جروب لوحدهم، والاربعه وهكذا. فده كان الفرق بين المالتي كلاسيفيكيشن اللي كذا اوتبوت، وده الاثنين اوتبوت